القراية هي السلوك مش مهم اللغة، اللغة وعاء. البداية كانت من وأنا عندي 4 سنين. أول حاجة حصلت في حياتي إن أنا كان عندي قررت إنها تعلمني القراية بطريقة سلسة ولذيذة، وكانت بتاخدني دايمًا معرض الكتاب بتاع القاهرة، لغاية ما أصبح الموضوع سلوك دائم، لإني باتفرج عليها دايمًا بتقرا، هو ده اللي بدأ كل حاجة. أنا باقول دايمًا إن فاقد الشيء يعطيه، يعني يعطيه بقوة كمان، لإن أنا عارف الخوف يعني إيه، وعارف قد إيه ده شيء مُربك للبني آدم. أنا كنت طفل خواف لإن أنا خيالي واسع أوي، وكنت دايمًا أي شيء باشوفه من أفلام أو برامج علمية بالذات كانت بتreflect دايمًا عليَّ إن أنا أحس إنه ده ممكن يحصل لي، فبدأت أقرا عنه كويس أوي عشان أحاول أفهمه، ولمّا قريت عنه أكتر، لمّا اتفرجت على أفلام أكتر، بدأ الخوف ده يزول واحدة واحدة، لغاية ما لمّا كتبت الفيل الأزرق خلاص يعني ما بقيتش أؤمن إن في حاجة تخوّف يعني. ده معرض حقيقي على فكرة، يعني أنا عايز أوجّه للناس